اهلا بيكم اولى اعدادي، ومعانا النهارده مراجعة الوحدة الاولى في الدراسات للترم الثاني، وهنحل فيها مع بعض 100 سؤال. على الدرس الاول عندنا نمو وتوزيع سكان قارة افريقيا، وكمان على الدرس الثاني خصائص سكان قارة افريقيا. واوعى تنسى تنزل تحت الفيديو علشان تحمل كل الاسئلة ديت وتطبعها وتحلها بنفسك. ويلا بينا نشوف الاسئلة بتاعتنا بتقول ايه. أول سؤال عندنا سؤال خريطة، وبيقول لي أمامك خريطة لقارة إفريقيا، لاحظها ثم أجب. بص، الخريطة ديت اللي موجودة في كتاب المدرسة على الوحدة الأولى، أنا جبتها لك علشان نحلها مع بعض. أول سؤال عندنا بيقول لي صوب، أنا جايب لك حاجة غلط وعايزك تقول لي الصح إيه. فبيقول لي يشير رقم 1 إلى منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة. في الرقم 1 أهي بيقول لي منخفضة، وجايب لي تحت كلمة منخفضة خط. طب رقم 1 ده ايه؟ اقول له احنا كده في السودان، احنا كده عند نهر النيل تحت، يعني عند النيل الازرق، واحنا عارفين ان منطقة النيل الازرق في السودان منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة، يبقى انا هشيل كلمة منخفضة اللي هو حاطط لي تحتها خط واكتب مكانها مرتفعة. طب رقم 2، أعلى الدول الإفريقية من حيث عدد المهاجرين الوافدين، أقول له أنا عارفها من غير حتى ما أبص. هنا كده رقم 2 دي دولة جنوب إفريقيا، يبقى أعلى الدول الإفريقية من حيث عدد المهاجرين الوافدين، أقول له دولة جنوب إفريقيا. دي أكتر دولة إفريقية بيجي لها ناس من بره قارة إفريقيا علشان يشتغلوا أو يقعدوا فيها. طب رقم 3، تتميز المنطقة رقم 3 بكثافة سكانية إيه؟ هي فين رقم 3؟ أهي رقم 3 ده فين؟ اقول له انت كده نزلت تحت ليبيا، يعني انت بتتكلم في الصحراء الكبرى. الصحراء الكبرى فيها سكان ايه؟ اقول له سكان نادرة، ما فيهاش سكان اصلا، يبقى تتميز بكثافة سكانية نادرة. طب رقم 4 عندي بيقول لي تنتشر بالدولة رقم 4 اللغة نقط. في الرقم 4 اهي. طب انا اعرف منين؟ اقول لك بص، ديت نيجيريا. نيجيريا انا عايزك تبقى عارف مكان نيجيريا، بما انها اول دولة من حيث عدد السكان في قارة افريقيا. اكبر دولة عندنا في قارة افريقيا فيها سكان نيجيريا. جنب نيجيريا تحت كده في رقم 4 ديت الكاميرون. طب الكاميرون فيها لغة ايه؟ اقول لك، فاكر لما كنا بنتكلم عن اللغة الفرنسية وقلت لي بتنتشر في غرب ووسط قارة افريقيا زي رواندا والكاميرون، يبقى الكاميرون فيها اللغة ايه؟ اقول له اللغة الفرنسية. طيب دي الخريطة اللي جات لنا في كتاب المدرسة على الوحدة الأولى. طب يلا بينا نشوف السؤال الثاني بيقول إيه. اكتب ما تدل عليه كل عبارة مما يأتي. رقم 1، أولى الدول الإفريقية من حيث عدد السكان. مين أكبر دولة فيها سكان؟ أقول له نيجيريا. طب مين رقم 2 ومين رقم 3؟ أقول له رقم 2 إثيوبيا، وبعد كده مصر بلدنا. طب رقم 2 بيقول لي أكبر الدول الإفريقية من حيث معدل الوفيات. أكبر دولة فيها وفيات، أقول له برضه نيجيريا. نيجيريا؟ أيوة، عندي نيجيريا وتشاد وليسوتو، يبقى أنا عندي أكبر دولة فيها سكان نيجيريا، أكبر دولة فيها وفيات برضه نيجيريا. طب كل ما أقول لك معلومة لازم تفتكر المعلومة كاملة، علشان لما يجي لك السؤال بأي شكل وبأي صيغة تقدر تتعامل معاه. طب رقم 3، من الأمراض المنتشرة في إفريقيا والذي ينتقل بواسطة ذبابة التسيتسي، أقول له ده مرض النوم. مرض النوم هو المرض الذي ينتقل عبر ذبابة التسيتسي. طب بيقول لك رسم بياني يوضح توزيع السكان حسب النوع وحسب الفئات العمرية. أقول له ده الهرم السكاني. تعريف الهرم السكاني رسم بياني يوضح توزيع السكان حسب النوع وحسب العمر. طب توزيع السكان بقى حسب الذكور والإناث، ده تركيب إيه؟ أقول له ده التركيب النوعي. أما توزيع السكان على حسب الفئات العمرية، يعني على حسب سنهم، ده اسمه التركيب العمري. أما تصنيف السكان على حسب الشغلانات ونشوف قد إيه بيشتغل في كل شغلانة، ده اسمه التركيب الاقتصادي. خلي بالك من كل معلومة بقولها لك اربطها بحاجات تانية علشان لما يجي لي سؤال بأي شكل وأي صيغة أتعامل معاه. طب بيقول لك فئة عمرية تزيد عن نصف سكان قارة إفريقيا. فاكر الهرم السكاني؟ أيوة. مين أكتر فئة عمرية فيها عدد سكان كتير؟ أقول له فئة سن العمل، فيها أكتر من نص سكان القارة. بعدها تيجي مين؟ صغار السن 40%. آخر حاجة خالص كبار السن. طب لغة تنتشر في شرق قارة افريقيا. اللغة اللي موجودة في شرق قارة افريقيا، اقول له اللغة السواحلية.
اللغة ايه؟ السواحلية. طب اللغة اللي في الشمال؟ اقول له اللغة العربية. طب اللغة اللي في الجنوب بسبب الاحتلال البريطاني؟ اقول له اللغة الانجليزية. طب اللغة اللي في الغرب والوسط بسبب الاحتلال الفرنسي؟ اقول له اللغة الفرنسية. طب اللغة اللي موجودة في الغرب من غير اي حاجة؟ اقول له لغة الهوسة والمندي. طب بيقول لك انتقال الافراد بين الدول بطريقة غير قانونية دون تصريح او تجاوز مدة الاقامة القانونية، ده تعريف ايه؟ اقول له ده تعريف الهجرة غير الشرعية. تعريف ايه؟ الهجرة غير الشرعية هي انتقال الافراد بين الدول بطريقة غير قانونية دون تصريح او تجاوز مدة الاقامة القانونية. طب الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات ده ايه؟ اقول له ده تعريف الزيادة الطبيعية. طب روائي نيجيري اشتهر بدفاع عن الهوية والثقافة الإفريقية وحصل على جائزة نوبل في الأدب سنة 1986، أقول له ده ويلي سوينكا. مين؟ ويلي سوينكا. أما بقى لو قال لي أول أديب مصري يحصل على جائزة نوبل في الأدب سنة 1988، أقول له على طول نجيب محفوظ. طب كده احنا خلصنا السؤال التاني، يلا بينا نشوف تالت سؤال عندنا بيقول لك ايه. السؤال الثالث عندي بيقول لي ضع كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. وبيقول لي يمثل سكان قارة إفريقيا نحو نصف سكان العالم؟ أقول له غلط، سكان قارة إفريقيا خمس سكان العالم مش نص سكان العالم. طب رقم 2، تحتل قارة إفريقيا المرتبة الثانية بعد قارة آسيا من حيث عدد السكان؟ أقول له صح، أقول له قارة إفريقيا رقم 2 في المساحة والسكان بعد قارة آسيا. بيقول لي تأتي مصر في المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان في إفريقيا؟ أقول له صح. طب افتكر المعلومة كاملة، أقول له نيجيريا رقم 1، إثيوبيا رقم 2، مصر رقم 3. طبعا ممكن يجيبها لي بشكل مختلف، يبقى خلي بالي. طب رقم 4، السكان هم المحور الأساسي في عملية التنمية؟ أقول له صح، السكان هم أساس التنمية، ما أقدرش أعمل تنمية من غير سكان. طب رقم 5، معدل الزيادة الطبيعية في إفريقيا مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي؟ أقول له صح. الزيادة الطبيعية لما باجي أعمل العملية الحسابية واطرح عدد الوفيات من عدد المواليد بلاقي عدد السكان بيزيد بشكل رهيب جدا، ده اسمه معدل الزيادة الطبيعية. يبقى معدل الزيادة الطبيعية في قارة إفريقيا مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي. طب ينخفض معدل الأطباء والممرضات في إفريقيا مقارنة بالمعدلات العالمية؟ أقول له صح، عدد الأطباء والممرضات في إفريقيا قليل جدا. طب بيقول لي ارتبطت الموسيقى منذ القدم بالطقوس الدينية الإفريقية؟ أقول له صح، حيث الرقص على أنغام الطبول للتقرب من المعبودات الإفريقية الأسطورية. طب بيقول لك السواحل الشمالية الغربية من إفريقيا مالها؟ تتسم بكثافة سكانية منخفضة؟ أقول له غلط، ده فيها كثافة سكانية مرتفعة بسبب اعتدال المناخ ووفرة المياه العذبة والتربة الخصبة. طب بيقول لي يعد ويلي سوينكا أول كاتب إفريقي يحصل على جائزة نوبل عام 1986؟ أقول له صح، ويلي سوينكا يعتبر أول كاتب إفريقي يحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1986. طب بيقول لي حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الكيمياء؟ أقول له غلط، نجيب محفوظ برضه حصل على جائزة نوبل في الأدب سنة 1988. طب بيقول لي تنتمي النسبة الأكبر من سكان قارة إفريقيا لفئة صغار السن؟ أقول له غلط، النسبة الأكبر العدد الكتير موجود في سن العمل، صغار السن 40%، يبقى تنتمي النسبة الأكبر من سكان قارة إفريقيا لفئة صغار السن؟ أقول له طبعا غلط. طب بيقول لي يتسم التركيب النوعي لسكان قارة إفريقيا بالتوازن النسبي بين عدد الذكور والإناث؟ أقول له صح، طبعا احنا عارفين ان عدد الإناث أعلى شوية بسيطة ولكن فيه توازن نسبي. طب بيقول لي تتساوى نسب غير الملتحقين بالتعليم في دول شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء؟ أقول له غلط، دول جنوب الصحراء فيها نسبة أكبر من غير الملتحقين بالتعليم، عكس دول شمال إفريقيا اللي فيها نسبة أحسن، فيها ناس كتير بتدخل تعليم. طب بيقول لي تنتشر اللغة السواحلية بين سكان شمال إفريقيا، هل اللغة السواحلية موجودة في شمال إفريقيا؟ أقول له غلط، اللغة اللي موجودة في شمال إفريقيا هي اللغة العربية، وده بسبب هجرة القبائل العربية وانتشار الإسلام في القارة، ده أدى إلى انتشار اللغة العربية في شمال إفريقيا. أما اللغة السواحلية دي موجودة على إيدي اليمين يعني في شرق إفريقيا.
طب بيقول لي تنتشر اللغة الإنجليزية في جنوب إفريقيا، أقول له صح، طبعا ده بسبب الاحتلال البريطاني. طب تختلف الكثافة السكانية في قارة إفريقيا من دولة إلى أخرى، أقول له طبعا صح، الكثافة السكانية يعني عدد السكان اللي بيعيشوا في المكان بتختلف من مكان لمكان ومن دولة إلى أخرى في قارة إفريقيا. طب بيقول لي الهرم السكاني لإفريقيا من النوع ذي القاعدة الضيقة، غلط، ذو قاعدة عريضة. طب توجد علاقة عكسية بين الزيادة السكانية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، أقول له صح، لما يبقى عندي سكان كتير ده بيخلي الأكل والمية يقلوا، يعني بيهدد الأمن الغذائي والمائي، يبقى توجد علاقة عكسية بين الزيادة السكانية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، أقول له صح. طب بيقول لي تتنوع اللغات في قارة افريقيا مما يعكس التنوع الثقافي بها، اقول له صح، لما الاقي لغات كتيرة جدا في افريقيا زي اللغة العربية واللغة الانجليزية واللغة الفرنسية والسواحلية والهاوسة والمندي، ده بيعكس لي التنوع الثقافي، كل شوية ناس لهم لغة معينة فلهم ثقافة مختلفة، يبقى تتنوع اللغات في قارة افريقيا مما يعكس التنوع الثقافي بها، اقول له صح. طب من أكثر المدن الإفريقية كثافة سكانية مدينتي لاجوس والقاهرة، أقول له صح، لاجوس والقاهرة من أكثر المدن الإفريقية اللي فيهم سكان كتير، ده بيؤدي إلى الضغط على الموارد والخدمات اللي فيها، علشان كده كل شوية بيعملوا فيها خطط تنموية. طب ده بالنسبة لسؤال صح وغلط. بالنسبة للسؤال الرابع عندنا بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1، يمثل سكان قارتنا الإفريقية نحو قد إيه من سكان العالم؟ أقول له خمس سكان العالم. طب لما نشوف رقم 2 عندي بيقول لي تأتي قارة إفريقيا في المرتبة كام عالميا من حيث عدد السكان؟ أقول له رقم 2 بعد آسيا. طب رقم 3، أكبر الدول الإفريقية من حيث عدد السكان هي دولة إيه؟ على طول أكبر دولة فيها سكان نيجيريا. طب رقم 4، الدولة التي تحتل المركز الأول عالميا وإفريقيا في ارتفاع معدل المواليد هي دولة إيه؟ إيه أكتر دولة فيها مواليد؟ أقول له الدولة اللي فيها ألف ولام، النيجر. يبقى تاني، أكبر دولة فيها سكان كتير نيجيريا، أكتر دولة فيها مواليد وأطفال كتير بيتولدوا كل شوية النيجر بالألف واللام. طب رقم 5، معدل الزيادة الطبيعية في قارة إفريقيا مقارنة بالمعدل العالمي ماله؟ أقول له مرتفع على طول من غير ما أفكر، الزيادة الطبيعية مرتفعة. لما باجي أعمل العملية الحسابية وأشوف عدد الناس اللي ماتوا وأشوف عدد اللي اتولدوا وأجي أطرح العملية ديت بلاقي العدد السكان بيزيد، يبقى كده الزيادة الطبيعية في قارة إفريقيا مقارنة بالمعدل العالمي يعد مرتفعا. طب بيقول لي أي من الدول الإفريقية التالية تعد الأعلى في معدلات الزيادة الطبيعية؟ أقول له أنا فاكر أكتر دولتين فيهم زيادة طبيعية نيجي نعدهم كل شوية اللي هم بيزيدوا الصومال والنيجر، جايب لي من هنا؟ جايب لي الصومال، يبقى اختارها على طول. طب بيقول لي سجلت أعلى معدلات للوفيات في إفريقيا بدولة إيه؟ أقول له إحنا عندنا 3 دول فيهم وفيات كتير جدا، نيجيريا وتشاد وليسوتو، جايب لي إيه في الاختياري؟ أقول له نيجيريا، يختارها على طول. طب بيقول لي تعد دولة تشاد من أعلى دول إفريقيا في إيه؟ ما أنت لسه قايل نيجيريا وتشاد وليسوتو معدل وفيات، يبقى تختار على طول معدل وفيات. طب بيقول لي أولى الدول الإفريقية جذبا للمهاجرين هي إيه؟ أقول لك السؤال ده احنا حلينه في الخريطة، فاكر لما قلت لك أول دولة بيجي لها سكان من بره قارة إفريقيا علشان يقعدوا فيها وجاي كمان يشتغلوا فيها؟ دولة جنوب إفريقيا. يبقى أولى الدول الإفريقية جذبا للمهاجرين هي جنوب إفريقيا. طب من الأسباب الاقتصادية للهجرة في قارة إفريقيا، إيه السبب الاقتصادي اللي بيخلي السكان يسيبوا قارة إفريقيا ويروحوا يعيشوا في أي قارة تانية؟ أكيد طبعا عشان يشتغلوا، يبقى البحث عن فرص عمل. طب ليه ما اخترتش فرص تعليمية؟ أقول لك هو هنا بيقول لي أسباب اقتصادية، فلوس، شغل، يبقى البحث عن فرص عمل. طب بيقول لك انتقال السكان إلى قارة إفريقيا، السكان جايين لإفريقيا، تشير العبارة إلى الهجرة إيه؟ أقول له دي الهجرة الوافدة اللي جاية مش المغادرة، يبقى انتقال السكان إلى قارة إفريقيا تشير العبارة إلى الهجرة الوافدة. طب بيقول لي أي مما يلي تعد من المناطق ذات الكثافة السكانية المتوسطة في إفريقيا؟ أقول لك تعالى، احنا عندنا جزء أماكن فيهم سكان متوسطين، مناطق استخراج المعادن والطاقة الأحفورية، وكمان المناطق المرتفعة ذات المناخ المعتدل زي هضبة الحبشة وهضبة البحيرات الاستوائية. طب في أول واحدة هنا جايب لي إيه؟ مناطق استخراج المعادن، يبقى أختارها على طول. طب في رقم 13 برضو نفس السؤال، بيقول لك من المناطق ذات الكثافة السكانية المتوسطة في إفريقيا، إيه المناطق اللي قدامك دي متوسطة؟ أقول له هضبة
هضبة الحبشة هي وهضبة البحيرات الاستوائية ذات مناخ معتدل لأنها من المناطق المرتفعة، يبقى تختار على طول برضه هضبة الحبشة. طب لو جه قال لي في رقم 14 تصنف مدينة القاهرة على أنها من المناطق ذات كثافة سكانية إيه؟ أقول له مرتفعة. مدينة القاهرة في مصر ومدينة لاجوس في نيجيريا من أكثر المدن ازدحاما بالسكان، يعني فيها كثافة سكانية مرتفعة. طب رقم 15 عندي بيقول لي من مناطق الكثافة السكانية النادرة بقارة افريقيا ايه المناطق اللي ما فيهاش سكان؟ اقول له المناطق الصحراوية والمستنقعات. طب جايب لك ايه في الاختياري؟ جايب لي المستنقعات، تبقى تختارها على طول. طب بالنسبة للسؤال رقم 16 عندي بيقول لي زادت الهجرة غير الشرعية من افريقيا الى قارة ايه؟ ايه اكتر قارة بيطلع لها هجرة غير شرعية من قارة افريقيا؟ اقول له على طول اوروبا. طب رقم 17 من اكثر المدن الافريقية اكتظاظا بالسكان، فيها سكان كتير، اقول له يا اما لاجوس يا اما القاهرة. جايب لك ايه في الاختياري؟ لاجوس، يبقى تختارها على طول. طب تنتشر لغة الهوسة فين في افريقيا؟ اقول له في الغرب، الهوسة والمندي في الغرب، اما السواحلية في الشرق. طب اللغة التي تنتشر في شمال قارة افريقيا هي اللغة ايه؟ اقول له على طول اللغة العربية. احنا في مصر في شمال افريقيا وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، كل الدول دي بتتكلم اللغة العربية، يبقى اللغة اللي بتنتشر في شمال قارة افريقيا هي اللغة العربية. طب رقم 20 اي من اللغات التالية يرتبط بشكل مباشر بتاريخ الاحتلال البريطاني لافريقيا؟ اقول له اللغة الانجليزية. اللغة ايه؟ الانجليزية، ودي بتنتشر في جنوب القارة. طب رقم 21 تمر افريقيا حاليا بالمرحلة رقم كام لنظرية التحول الديموغرافي؟ اقول له احنا دلوقتي في المرحلة الثانية، في 2050 ان شاء الله هنخش على الثالثة، بس احنا دلوقتي في المرحلة الكام؟ الثانية. بسبب ايه؟ بسبب ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات. طب رقم 22 يمكن التعرف على نسب العاملين من الأنشطة المختلفة بقارة افريقيا من خلال دراسة ايه؟ انا ممكن اعرف عدد الناس اللي بتشتغل في كل شغلانة من خلال دراستي الايه؟ هل التركيب النوعي؟ اقول له لا، التركيب النوعي بيعرفني ذكور واناث عددهم قد ايه ودول عددهم قد ايه. التركيب العمري؟ اقول له لا برضه، التركيب العمري بيقسم لي السكان لثلاث فئات: صغار سن، فئة سن العمل، كبار سن. التركيب الاقتصادي؟ هي التركيب الاقتصادي، التركيب الاقتصادي هو اللي بيعرفني نسب العاملين في كل شغلانة. طب رقم 23 بيقول لي احد اسباب انتشار مشكلة عمالة الاطفال في افريقيا، ايه السبب اللي بيخلي عدد كتير جدا من الاطفال بيشتغل في قارة افريقيا؟ هل زيادة المهاجرين؟ اقول له لا. طب التقدم التكنولوجي؟ اقول له ملهاش علاقة. طب زيادة معدلات الفقر؟ هي زيادة معدلات الفقر. اكتر حاجة بتخلي الاطفال تشتغل ان الاسرة بتاعتهم فقيرة، وبالتالي بيشتغلوا علشان يساعدوا الاسرة بتاعتهم. طب رقم 24 عندي برضو لسه بيتكلم عن عمالة الاطفال، بس المرة دي بيسألني ويقول لي اي من الدول الافريقية التالية تعد اولى الدول عالميا وافريقيا في ارتفاع نسبة عمالة الاطفال؟ اقول له انا عندي 3 دول فيهم عدد كبير جدا من الاطفال بيشتغلوا: اريتريا والصومال والكونغو الديمقراطية. طب هو جايب لي ايه؟ جايب لي الصومال واريتريا اهو، يبقى اختارها على طول. طب رقم 25 بيقول لي الاديب المصري الذي فاز بجائزة نوبل في الادب مين؟ اقول له نجيب محفوظ على طول. طب ارتبطت الموسيقى في قارة افريقيا بالمجال؟ اقول له بالمجال الديني. ليه؟ اقول له حيث الرقص على انغام الطبول للتقرب من المعبودات الافريقية الاسطورية. طيب ده بالنسبة للسؤال رقم 4. طب بالنسبة للسؤال رقم 5 بيقول لي أجب عما يأتي. جايب لك أسئلة بما تفسر وأسئلة من نتائج ودلل، يعني جايب لك أسئلة مقالية. وأول سؤال عندنا بيقول لك بما تفسر أهمية دراسة بيانات وإحصاءات السكان. ليه احنا المفروض ندرس البيانات دي كلها؟ أقول له لفهم التطورات السكانية علشان أفهم اللي بيحصل في عدد السكان، مما يساعد على وضع خطط تنموية مناسبة للمجتمع. لما أفهم وأعرف عدد السكان بيزيد كل قد إيه، هفهم هعمل قد إيه من مشاريع علشان أعمل تنمية في المجتمع. يبقى لفهم التطورات السكانية مما يساعد على وضع خطط تنموية مناسبة للمجتمع. السؤال ده احفظه علشان هيقابلنا بشكل مختلف الوقت تاني. طب رقم 2 بما تفسر ارتفاع معدل المواليد في قارة افريقيا. ليه انت عندك عدد كبير جدا من المواليد؟ اقول له علشان 3 حاجات: بسبب كثرة الانجاب والزواج المبكر وضعف برامج تنظيم الاسرة. تاني بسبب ايه؟ بسبب كثرة الانجاب والزواج المبكر وضعف برامج تنظيم الاسرة. طب بالنسبة للسؤال رقم 3 والسؤال رقم 4 إجابتهم هتبقى واحدة. ليه؟ لأنه بيقول لي في رقم 3 بما تفسر ارتفاع معدل الوفيات في بعض دول القارة الإفريقية. احنا عارفين إن أنا عندي 3 دول فيهم وفيات كتير جدا: نيجيريا وتشاد وليسوتو. ممكن يجيبها لي بصيغة مختلفة ويسألني على دولة لوحدها، زي مثلا تعتبر دولة مثلا ليسوتو من أعلى دول قارة إفريقيا من حيث معدل الوفيات، أو ممكن يقول لك دولة مثلا نيجيريا أو دولة تشاد.
المهم، الإجابة إيه؟ ليه الدول دي فيها وفيات؟ أقول له بسبب تفشي الأمراض المستوطنة وارتفاع وفيات الأطفال والأمهات. بسبب إيه؟ بسبب تفشي الأمراض المستوطنة وارتفاع وفيات الأطفال والأمهات. يبقى لما يجيب لي السؤال بالشكل ده يقول لك ليه في وفيات في بعض الدول الأفريقية، أو ليه دولة معينة في الثلاث دول اللي احنا عارفينهم نيجيريا أو تشاد أو ليسوتو فيهم وفيات كتير، أقول له بسبب تفشي الأمراض المستوطنة وارتفاع وفيات الأطفال والأمهات. طب رقم 5 عندي بيقول لي بما تفسر هجرة السكان من قارة افريقيا. يعني ايه اللي بيخلي السكان يسيبوا قارة افريقيا ويروحوا يعيشوا في اي قارة تانية؟ اقول له اول حاجة بسبب البحث عن فرص عمل افضل وتحسين مستوى المعيشة، عايزين يدوروا على شغل احسن. كمان البحث عن فرص تعليمية افضل، عايزين يتعلموا تعليم احسن. وكمان عدم الاستقرار السياسي والحروب، الدول بتاعتهم ما فيهاش استقرار لا سياسي ومليانة حروب. طب رقم 6 بيقول لي بما تفسر ارتفاع الكثافة السكانية في وادي النيل ودلتاه في مصر. ليه انت عندك سكان كتير جدا في وادي النيل والدلتا في مصر وكمان منطقة النيل الازرق في السودان؟ اقول له بسبب وفرة المياه العذبة والتربة الخصبة. ده سؤال سهل وعايزك تحفظه علشان هيتكرر كتير. بسبب ايه؟ بسبب وفرة المياه العذبة والتربة الخصبة. طب رقم 7 بيقول لي بما تفسر ارتفاع الكثافة السكانية في السواحل الشمالية الغربية بقارة افريقيا. ليه السواحل الشمالية الغربية والسواحل الجنوبية الشرقية فيهم سكان كتير؟ اقول له برضه نفس الاجابة اللي فوق بس هزود عليها اعتدال المناخ. يبقى بسبب اعتدال المناخ ووفرة المياه العذبة والتربة الخصبة. بسبب ايه؟ بسبب اعتدال المناخ ووفرة المياه العذبة والتربة الخصبة. طب رقم 8 بما تفسر تعاني قارة افريقيا من المشكلة السكانية. ليه قارة افريقيا فيها مشكلة سكانية؟ اقول له اول حاجة بسبب زيادة عدد السكان بشكل لا يتناسب مع النمو الاقتصادي اللي فيها. تاني حاجة سوء توزيع السكان مش متوزعين كويس. تالت حاجة ارتفاع نسبة صغار السن، عندي عدد كبير جدا من صغار السن. يبقى تاني بسبب زيادة عدد السكان بشكل لا يتناسب مع النمو الاقتصادي، سوء توزيع السكان، ارتفاع نسبة صغار السن. طب رقم 9 بيقول لي بما تفسر ندرة السكان في المناطق الصحراوية بافريقيا. ليه انت ما عندكش سكان في المناطق الصحراوية؟ اقول له بسبب ندرة المياه العذبة والظروف المناخية القاسية او السيئة. يبقى انا عندي بسبب ندرة المياه العذبة والظروف المناخية السيئة. طب رقم 10 بما تفسر ندرة السكان بقى في مناطق المستنقعات بقارة افريقيا. ايه السبب اللي خلى مناطق المستنقعات ديت ما فيهاش سكان؟ اقول له بسبب صعوبة الحركة، ما بقدرش اتحرك فيها، وقلة الانشطة الاقتصادية، ما فيهاش شغلانات اصلا اشتغلها، وانتشار الامراض، مليانة امراض. يبقى بسبب صعوبة الحركة وقلة الانشطة الاقتصادية وانتشار الامراض. طب رقم 11 بيقول لي بما تفسر تتباين نسبة الذكور والإناث في بعض دول إفريقيا. يعني تختلف نسب الذكور عن الإناث، احنا عارفين ان الإناث أعلى شوية، ده بسبب ايه؟ أقول له أول حاجة بسبب الهجرة، الذكور بيهاجروا، وكمان ارتفاع وفيات الذكور عن الإناث. يبقى بسبب الهجرة وارتفاع وفيات الذكور عن الإناث. طب رقم 12 بيقول لي بما تفسر اتساع قاعدة الهرم السكاني بقارة افريقيا. ليه الهرم السكاني بتاع قارة افريقيا ذو قاعدة عريضة؟ اقول له بسبب ارتفاع معدل المواليد. طب رقم 13 بما تفسر تمر قارة افريقيا بالمرحلة الثانية من نظرية التحول الديموغرافي. ليه انت في المرحلة رقم 2 من نظرية التحول الديموغرافي؟ اقول له بسبب ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات. طب رقم 14 بما تفسر من المتوقع انخفاض نسبة فئة صغار السن بقارة افريقيا بحلول عام 2050. ليه متوقعين ان نسبة صغار السن هتقل على سنة 2050؟ اقول له بسبب برامج تنظيم الاسرة ورعاية صحة المرأة. بسبب ايه؟ بسبب برامج تنظيم الاسرة ورعاية صحة المرأة. طب في السؤال رقم 15 بيقول لي بما تفسر من المتوقع ارتفاع نسبة كبار السن بافريقيا بحلول 2050. ليه متوقعين ان نسبة كبار السن هتزيد في سنة 2050؟ اقول له بسبب تحسن الرعاية الصحية. بسبب ايه؟ بسبب تحسن الرعاية الصحية. طب رقم 16 بما تفسر انتشار عمالة الأطفال بقارة إفريقيا. ليه أنت عندك عدد كبير جدا من الأطفال بيشتغلوا في قارة إفريقيا؟ أقول له أول حاجة بسبب ارتفاع معدلات الفقر، معظم الناس والأسر في قارة إفريقيا فقراء قوي. يبقى أول حاجة بسبب ارتفاع معدلات الفقر، عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول، مفيش استقرار سياسي، وانخفاض معدل القيد بالتعليم. معظم الأطفال دي أصلا ما بيدخلوش تعليم وبكده بيشتغلوا هم لسه أطفال أصلا. يبقى بسبب ارتفاع معدل الفقر وعدم الاستقرار السياسي في بعض الدول وانخفاض معدل القيد بالتعليم. طب
بالنسبة للسؤال رقم 17 عندي بيقول لي بما تفسر تعاني قارة افريقيا من انتشار بعض الامراض؟ ليه قارة افريقيا فيها امراض كتير؟ اقول له بسبب انخفاض مستوى الخدمات الصحية. بسبب ايه؟ بسبب انخفاض مستوى الخدمات الصحية. طب رقم 18 بما تفسر انتشار اللغة العربية في شمال قارة افريقيا؟ اقول له بسبب هجرة القبائل العربية وانتشار الاسلام في القارة. بسبب ايه؟ بسبب هجرة القبائل العربية وانتشار الاسلام في القارة. طب رقم 19 بما تفسر انتشار اللغة الإنجليزية والفرنسية في بعض دول قارة إفريقيا؟ ليه اللغة الإنجليزية والفرنسية جم وانتشروا قوي في قارة إفريقيا؟ أقول له بسبب الاحتلال البريطاني والفرنسي. بسبب إيه؟ بسبب الاحتلال البريطاني والفرنسي. طب السؤال رقم 20 عندي بيقول لي بما تفسر حصول الأديب المصري نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب عام 1988؟ أقول له بسبب أعماله التي تناولت القضايا الاجتماعية المصرية في القرن العشرين. الراجل ده تكلم عن كل القضايا الاجتماعية في القرن العشرين، وكان عنده أعمال كتيرة جدا، وبالتالي حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988. طب دي بالنسبة لأسئلة بما تفسر على الوحدة الأولى. طب بالنسبة لأسئلة ما النتائج المترتبة على، أول سؤال عندي بيقول لي ما النتائج المترتبة على تفشي الأمراض المستوطنة في نيجيريا وتشاد وليسوتو؟ يعني إيه اللي حصل لما الأمراض انتشرت في نيجيريا وتشاد وليسوتو؟ أقول له أصبحوا أعلى دول قارة إفريقيا من حيث معدل الوفيات. الثلاث دول دول أصبحوا أعلى دول قارة إفريقيا من حيث معدل الوفيات. طب رقم 2 ما النتائج المترتبة على الهجرة غير الشرعية من قارة إفريقيا إلى أوروبا؟ أقول له ده يؤثر سلبا على استقرار وأمن الدول. بيعمل إيه؟ يؤثر سلبا على استقرار وأمن الدول. طب رقم 3 ما النتائج المترتبة على زيادة عدد السكان بشكل لا يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي في القارة الإفريقية؟ يعني إيه اللي حصل لما بقى عدد السكان أكتر من معدلات النمو الاقتصادي؟ أقول له ده أدى إلى زيادة الضغط على الخدمات وزيادة استهلاك الموارد الطبيعية وتهديد الأمن الغذائي والمائي في القارة. أدى إلى إيه؟ زيادة الضغط على الخدمات وزيادة استهلاك الموارد الطبيعية وتهديد الأمن الغذائي والمائي في القارة. طب رقم 4 ما النتائج المترتبة على إنشاء المدن الجديدة بالقارة الإفريقية؟ إيه اللي حصل لما بقت الدول الإفريقية تعمل مدن جديدة زي مثلا عندنا في مصر العاصمة الإدارية الجديدة؟ أقول له ده أدى إلى إعادة توزيع السكان وتخفيف الضغط على المناطق مرتفعة الكثافة. أدى إلى إيه؟ إعادة توزيع السكان وتخفيف الضغط على المناطق مرتفعة الكثافة. طب رقم 5 ما النتائج المترتبة على ارتفاع الكثافة السكانية بمدينتي لاجوس والقاهرة؟ يعني إيه اللي حصل لما بقى عندي سكان كتير في لاجوس والقاهرة؟ أقول له ده أدى إلى الضغط على الموارد والخدمات اللي عندهم، وبالتالي يتطلب وضع خطط تنموية. كل شوية في لاجوس والقاهرة يعملوا مشاريع، يعملوا كباري، يعملوا طرق، علشان المناطق دي فيها سكان كتير، وبالتالي بيضغطوا جدا على الموارد والخدمات اللي فيها، يبقى أدى إلى الضغط على الموارد والخدمات، وبالتالي يتطلب وضع خطط تنموية. طب رقم 6 ما النتائج المترتبة على انخفاض مستوى الخدمات الصحية لقارة إفريقيا؟ يعني إيه اللي حصل لما مستوى الخدمات الصحية قل؟ أقول له تؤدى إلى انتشار الأمراض في العديد من الدول الإفريقية. زي إيه؟ أقول له أنا عندي أمراض كتير. طب ما تقول لي أي حاجة. أقول لك عندي مرض النوم، الملاريا، الايدز. المهم اكتب له 2 وخلاص. طب رقم 7 بيقول لي دلل بقى. دلل على صحة العبارة التالية: تتعدد محاولات دول افريقيا لحل المشكلة السكانية. دول افريقيا بتحاول تحل المشكلة السكانية. قول لي بقى الحاجات اللي عملوها علشان يحل المشكلة السكانية. اقول له حيث قامت برفع سن الزواج وانشاء مدن جديدة، وكمان انشاء المشروعات الاقتصادية وتنظيم الاسرة. كل ديت حاجات الدول الافريقية عملتها علشان تحل المشكلة السكانية. طب بيقول لك رقم 8 دلل على صحة العبارة التالية: تواجه فئة سن العمل بإفريقيا العديد من التحديات. فئة سن العمل عندها مشاكل كتيرة قوي. زي إيه؟ أقول له حيث مشكلات بالصحة والتعليم وقلة فرص العمل. حيث إيه؟ حيث مشكلات بالصحة والتعليم وقلة فرص العمل. دي التحديات والمشاكل اللي بتواجه فئة سن العمل في قارة إفريقيا. طب بالنسبة لرقم 9 عندي بيقول لي دلل على صحة العبارة التالية: تعد قارة افريقيا اعلى قارات العالم في عمالة الاطفال. اثبت لي. اقول له من بين كل 5 اطفال طفل يعمل بالرعي والزراعة والصناعة والاعمال العسكرية. كده انا بقول لك وبثبت لك ان قارة افريقيا اعلى قارة في عمالة الاطفال. يبقى من بين كل 5 اطفال طفل يعمل بايه وبايه وبايه وبايه؟ بالرعي والزراعة والصناعة والاعمال العسكرية. طب رقم 10 دلل على صحة العبارة التالية: ارتبطت بعض الفنون الافريقية بالطقوس الدينية بافريقيا منذ القدم. اقول له حيث الرقص على انغام الطبول
الطبول للتقرب من المعبودات الإفريقية الأسطورية. حيث إيه؟ حيث الرقص على أنغام الطبول للتقرب من المعبودات الإفريقية الأسطورية. طب رقم 11 عندي بيقول لي دلل على صحة العبارة التالية: تتعدد الحرف التراثية التي تعبر عن هوية القارة الإفريقية. قول لي شوية حرف تراثية بتعبر لي عن قارة إفريقيا. أقول له صناعة الفخار والخزف والجلود والمنسوجات والأواني والحلي والأخشاب. كل دي حرف تراثية موجودة في قارة إفريقيا بتعبر عن هويتها. طب رقم 12 دلل على صحة العبارة التالية: تعمل مصر على تعزيز التعاون الثقافي مع دول افريقيا. مصر بتعمل ايه علشان تعزز التعاون الثقافي؟ اقول له نظمت المهرجان العربي الافريقي للفنون الشعبيه ومهرجان الطبول والفنون التراثيه. طب رقم 13 عندي بيقول لي ما العلاقه بين الزواج المبكر ومعدل المواليد؟ اقول له الزواج المبكر ده من احد اسباب ارتفاع معدل المواليد في قاره افريقيا. طب رقم 14 بيقول لي ما العلاقه بين بيانات واحصاءات السكان وعمليات التنميه؟ السؤال الاول اللي حلينه بما تفسر. اقول له دراسه بيانات واحصاءات السكان بيساعدنا في فهم التطورات السكانيه، مما يساعد على وضع خطط تنمويه مناسبه للمجتمع. طب رقم 15 ما العلاقه بين تنظيم الاسره والمشكله السكانيه؟ اقول له تنظيم الاسره من محاولات الدول الافريقيه لحل المشكله السكانيه. الدول الافريقيه بتحاول تحل المشكله السكانيه عن طريق تنظيم الاسره، وان حجم الاسره يبقى صغير وبالتالي تقدر تحل المشكله السكانيه. يبقى تنظيم الاسره من محاولات الدول الافريقيه لحل المشكله السكانيه. طب ما العلاقه بين المياه العذبه وتوزيع سكان قاره افريقيا؟ اقول له يتركز السكان في مناطق المياه العذبه. فين؟ في وادي النيل ودلتا في مصر، ومنطقه النيل الازرق في السودان، والسواحل الشماليه الغربيه والجنوبيه الشرقيه. ويندر طبعا السكان في المناطق الصحراويه طبعا بسبب ندره المياه العذبه. يبقى كده المياه العذبه سبب في توزيع السكان. ايوه، لان السكان بيعيشوا في وادي النيل والدلتا ومنطقه النيل الازرق عشان هناك ميه، وكمان في السواحل الشماليه الغربيه والجنوبيه الشرقيه برضه علشان فيه ميه عذبه. اما بقى المناطق الصحراويه ما فيهاش سكان علشان ما فيهاش ميه، يعني ندره المياه العذبه. طب رقم 17 بيقول لك ما العلاقه بين السهول والكثافه السكانيه في افريقيا؟ اقول له السهول ايوه، اقول لك السهول بترتفع فيها الكثافه السكانيه. اي منطقه فيها سهول زي السهول الفيضيه والسهول الساحليه. في السهول الفيضيه مثل وادي النيل ودلتا في مصر ومنطقه النيل الازرق في السودان، والسهول الساحليه زي السواحل الشماليه الغربيه والجنوبيه الشرقيه بالقاره. هنا بترتفع فيهم الكثافه السكانيه. يبقى كده في علاقه بين السهول والكثافه السكانيه. طب رقم 18 بيقول لي ما العلاقه بين الاستعمار الاوروبي واللغات بالقاره الافريقيه؟ اقول له الاستعمار الأوروبي سبب في انتشار اللغة الإنجليزية في جنوب إفريقيا نتيجة الاحتلال البريطاني، وسبب في انتشار اللغة الفرنسية في غرب ووسط القارة نتيجة الاحتلال الفرنسي. يبقى كده الاستعمار الأوروبي له علاقة باللغات في قارة إفريقيا. يبقى الاستعمار الأوروبي سبب في انتشار اللغة الإنجليزية في جنوب القارة نتيجة الاحتلال البريطاني، وانتشار اللغة الفرنسية في غرب ووسط القارة نتيجة الاحتلال الفرنسي. طب آخر سؤال عندي بيقول لي حدد مقترحا لحل مشكلة سوء توزيع السكان داخل بعض الدول الإفريقية. هات لي حل علشان اوزع السكان تاني في بعض الدول. اقول له انشاء مدن جديده لاعاده توزيع السكان. اعمل مدن جديده، اروح في الاماكن اللي ما فيهاش سكان زي المناطق الصحراويه والمناطق البعيده واعمل مدن جديده زي عندنا في مصر انشاء العاصمه الاداريه الجديده. يبقى انشاء مدن جديده لاعاده توزيع السكان. وبكده نكون خلصنا مراجعتنا على الوحدة الأولى. ما تنساش تنزل تحت الفيديو علشان تحمل المراجعة دي وتطبعها وتحلها بنفسك. تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحاتو.